دكتور، انا يومي طويل وشغلي تقيل وما يسمحش باي غلطه. انا محتاجه بقى منك نظام غذائي يخليني وحش طول اليوم من اول دقيقه لاخر دقيقه. ماشي يا عم. بصي، مش نظام غذائي بس، هو نظام حياة. يعني لو ركزتي بس في الأكل عمره ما هيحل المشكلة دي كلها. أول حاجة أنت محتاجة من قبل ما اليوم يبتدي تكوني نايمة كويس. من غير النوم انسي. تاني حاجة، اوعي تفضلي قاعدة على المكتب مهما كان ضغط الشغل أكتر من 30 دقيقة. إن شاء الله كل 30 دقيقة، وطبعا لو عندك الساعة هتلاقيها بتزمر لك كده وتقولك أن أوان إنك تقومي تقفي. إن شاء الله تقومي تقفي جنب المكتب تمشي في المكان. من الحاجات المهمه طبعا في فيتامينات هنبص عليها وهنزودها، لكن بي ودي والاوميجا 3 مهمين جدا. اكتر حاجه عايزه اقول لك عليها في الاكل، ازاي تحافظي على مستوى السكر ثابت تقريبا، مش طالع ونازل، لان الطالع والنازل ده حتى لو بين الارقام الطبيعيه بيهد. وجبه الفطار اهم وجبه، ولازم يكون فيها بروتين، ولو يستحسن كمان ميبقاش فيها كارب خالص. ما تقعديش اكتر من 5 ساعات من غير اكل، يعني كل 5 ساعات ناخد سناك صغيره. ما تنزليش سايبه نفسك كده لليوم. هم هيجيبوا ايه من الاكل، هنبعت نجيب ايه. وانتي نازله في شنطتك مجهزه نفسك. لو انتي مش مجهزه عدتك وسبتي نفسك لخيارات اليوم، كلها هتمشي غلط. بروتين بار، بيض، جبنه، كل دي حاجات كويسه جدا. بعد ما تاكلي، ده يبقى البريك بتاعك ولو 5 دقايق ان شاء الله ماشي في المكتب. بصي شايفه العياده صغيره ازاي، انا ممكن امشي 10000 خطوه في قلب العياده دي. منين ما يكون في كول اعمليها وانت بتمشي، منين ما يكون في زوم ميتنج حطي الهيدفونز وتمشي. كل ده بيفرق كويس جدا. وطبعا طبعا الميه، كل دي حاجات انت تبان بسيطه، بس اجمالا هي دي اللي بتخلينا وحش من اول دقيقه لاخر دقيقه في اليوم.